أهلا وسهلا في كل متابعين بمطبخ الشرق. إن شاء الله جميعكم تكونوا بأحسن حال بأحسن ظروف. اليوم جبت لكم طريقة عمل المشاوي من قلب المنزل، يعني ما عندكم وقت، ما في وقت تطلعوا لبكي مع الأطفال ومشتين على المشاوي. راح اليوم نعملها من البيت وبطعمة المشاوي، وإن شاء الله تنال إعجابكم. لا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. يلا نشوف المقادير ونشوف الطريقة. راح اليوم نعتمد عليها من البيت إذا ما في عنا وقت نطلع على الحدائق نشوي. المقادير: بلزمنا كيلو صودا هي كبدة الخروف، نص كيلو دهنة قطعة ناعمة على قطعة صغيرة، وراح هيك نحركهم مع بعضهم تحريكة بسيطة. وهلا راح نضيف عليهم البهارات. راح احط لهم معلقة كزبرة صغيرة مع فلفلة ناعمة كمان معلقة صغيرة حمرا، وراح نرش لهم رشة بهارات وملح كمان معلقة حسب ما تكون انتو رغبتكم، وراس توم. بنحركهم هيك مع بعضهم. راس توم طبعا بده يكون مطحون ناعم، وبنحركهم هيك مع بعضهم، نتركهم لمدة ليلة كاملة او 3-4 ساعات قبل ما نستخدمهم. نحطهم في البراد. هلا رح استخدم طواية التيفال اللي هي جرينيت سميكة شوي بتجي من شان الشوي، بتعطينا نفس طريقة الشوي اللي عرفنا نشويها على المنقل، وبنكهة كتير كتير طيبة. راح اضيف صفن على هالشكل بسياخ عيدان خشب، بيدو مبسطات بيدو مدورات. وراح نصب في البصلات، والبصل من بعد ما بيستوي عنا بنضمه بسيخ ونحطهم شوي على النار على الغاز طبعا، شي ياخد لون هيك لقرمشة البصل اللون. ضف لهم الفلفله والبندوره. الله راح سكر عليهم بالورق الالمنيوم حتى يستووا. بعد ما بيستووا بفتح عليهم وبقلبهم. هلا راح احطهم على الغاز وياخدوا معنا نص ساعه سوا. راح اعمل البيواز، اقطع البصل على شكل شطرجات جناحات يعني. وهلا راح اقطع كمان البقدونس. طبعا بده يكون عندي البقدونس ناعم حتى البيواز يطلع علينا هيك يعطي شكل كويس، ما بس يكون البقدونس خشن. نقطعه هيك بشكل تقطيع ناعم ونضيفه للبصل. وهلا رح نحط الملح والفليفله والسماق والنعناع ونحركهم تحريكه كويسه، ونحط لهم عصره ليمونه اذا بدكم. والله هيك بنحطهم على جنب. وهلا هون اصبح عندي المشاوي جاهزة طبعا. هلا هيك اخدوا معي نص ساعة على الغاز. كل 5 دقايق احركهم اقلبهم عشان يستووا كل الاطراف، يعطونا هذا اللون القرمشة ويعطوا شكل الشواء. يعني هيك اخدت معنا الطبخة على الغاز نص ساعة، وانتي عم تشوي من قلب بيتك وما تضلي تشتهي على الشوي وما في عنا وقت نطلع نشوي. بدهن كمان رغيفين عليهم دبس فليفلة مع رشة بقدونس وبصفهم بهالشكل. هو اختياري لإلكم شلون بتحبوا تكون طريقة التقديم. طبعا أنا حبيت أقدمهم بهالطريقة. شوفوا شلون أعطونا هالشكل المنظوم. إن شاء الله هيك يكون نال إعجابكم، ولا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا لي زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وبتمنى تكتبوا لي بالتعليقات إن عجبتكم هالوصفة، وبتمنى تجربوها. والطعمة هي كأني شاوية على المنقل، يعني فوق ما بتتصوروا. بتمنى تجربوها وتعطون رأيكم فيها. إن شاء الله بشوفكم بوصفة جديدة وطبخة سهلة وبأبسط الأمور. إن شاء الله تكون نال إعجابكم، ولا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك وتدعموني. وألف شكر لكم، ونشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد ووصفة جديدة.